أخبار اليوم مهمة وقصيرة. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية مولوي ذبيح الله مجاهد: اعتقلت القوات الخاصة الشخص الذي أطلق النار على السفارة الباكستانية يوم الجمعة الماضي في كابول. وصلت إلى كابول حزمة مساعدات إنسانية نقدية بقيمة 40 مليون دولار، وتم تسليمها إلى البنك التجاري. التقى وزير الدفاع الأفغاني مولوي محمد يعقوب مجاهد برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبي ظبي. يستمر أعمال رصف الطريق الرئيسي لمقاطعة بكتيكا برمل من قبل وزارة الإشغال العامة. زار وفد من وزارة الدفاع الوطني مستشفى الشهيد سردار محمد داود خان. صادرت شرطة المنطقة الأمنية السادسة بقيادة شرطة كابول 3 سيارات مخطوفة، والجهود جارية للقبض على اللصوص. حسب تصريحات وزارة المياه والطاقة، تم الانتهاء من مشروع سد البلوش النسبة 95% في مقاطعة فارياب. تخرج 600 موظف من خدمة مدنية من معهد إدارة المشتريات الوطنية. عقدت بلدية كابول لقاء توعية حول تعزيز الثقافة الحضرية وحماية المرافق العامة. التقى نائب قائد الفيلق العمري 217 مع حاكم قندهار. ناقش وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية استمرار التعاون مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وممثل إدارة الزراعة بالبنك الدولي في أفغانستان. التقى وزير المياه والطاقة مولوي عبد اللطيف منصور بمسؤولي شركة 77 تركية.